عزيزي الاهلاوي، ازيك؟ عامل ايه؟ كويس؟ يا رب تكون بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن اخر اخبار صفقات الاهلي الجديد واللعيبه اللي طلع كلام كتير عليهم انهم قريبين جدا من النادي الاهلي. وخلينا نبدا باول لاعب كان عليه كلام الايام اللي فاتت واتقال ان الاهلي حاطط عينه عليه، واللاعب ده هو محمود حماده، لاعب خط وسط نادي فاركو. وقبل ما نتكلم عن الراجل خلينا نكون متفقين ان محمود حماده من اللعيبه الكويسه جدا في نص الملعب، وظهر بشكل مميز مع نادي فاركو، عشان كده فيتوريا ضمه لقائمه المنتخب الايام اللي فاتت. بس الكلام اللي طالع من جوه الاهلي انهم ما اتكلموش مع الراجل وما تفاوضوش حتى مع نادي فاركو. لا ومش كده وبس، ده اداره الاهلي كمان رافضه انها تتعامل مع نادي فاركو في الوقت الحالي، وده عشان القصه الهابطه اللي انت عارفها بتاعت عدم تفعيل عقد انتقال محمد صبحي من نادي الزمالك بعد ما عرفوا ان الاهلي عايز يشتري عقد اللاعب. وطلعت اداره فاركو بعدها وقعدت تهلل وتقول لك احنا مش هنسيب حقنا في محمد صبحي وهنصعد الموضوع للفيفا عشان نشتكي نادي الزمالك. ومن ساعتها والحوار مات وما فكروش يتكلموا فيه تاني، ولحد النهارده ولا شفنا شكاوى ولا شفنا اي حاجه في الحوار ده. المهم ان اداره الاهلي من ساعه الحوار ده مش حابه تخش مع نادي فاركو في اي صفقات، والواضح كده انهم مش هيقدموا عروض لاي لاعب من عندهم الفتره الجايه. وفي نقطه تانية مهمه انت مش واخد بالك منها في القصه دي، ان نادي فاركو موقوف من القيد وما يقدرش يضم اي لاعب في الوقت الحالي. ومن الاخر كده عشان تروح تتفاوض معاهم على اي لاعب من عندهم هيطلبوا منك رقم خيالي عشان يستغنوا عنه، وده طبعا عشان هم عارفين انهم مش هيقدروا يعوضوه باي صفقه جديده، فمن الاخر هيبيعوا لك بيع غناوي. وخلي بالك ان في اكتر من مصدر جوه الاهلي بياكد ان الاداره ما بتفكرش انها تضم اي لاعب محلي في الوقت الحالي، وانهم ما بيتفاوضوش اصلا مع اي نادي في الدوري بخصوص اي لاعب، وان الاداره كل تركيزها انها تتعاقد مع لاعب اجنبي في الانتقالات الجايه. وده اللي خلى الاعلام اليومين اللي فاتوا يرجع يتكلم على ان الاهلي عايز يتعاقد مع صفقه افريقيه في مركز المهاجم. والكلام اللي داير ان اداره الاهلي عرضت على كولر اكتر من لاعب عشان يختار منهم اللي يناسب طريقه لعبه، واول لاعب فيهم المهاجم الايفواري الملقب بهالاند افريقيا ديفيد فوفانا صاحب 19 سنه، والراجل بيلعب في نادي مولودا النرويجي وبيقدم معاهم مستويات محترمه جدا في الفتره الاخيره. وطبعا زي ما انت عارف ان دي مش اول مره يتقال ان فوفانا جاي الاهلي، بس المره دي الموضوع مختلف شويه، لان في تقارير اعلاميه اكدت ان كولر مقتنع جدا بامكانيات الراجل الفنيه وشايف انه هيكون اضافه كبيره في الحته الهجوميه للنادي الاهلي، وعشان كده طلب من اداره الاهلي انهم يحاولوا يتعاقدوا مع ديفيد فوفانا في الانتقالات الشتويه الجايه، وبالذات لان الراجل في شهر ديسمبر اللي جاي هيبقى عنده 20 سنه، يعني هتقدر تأيده في قائمه اللعيبه اللي تحت السن، بالاضافه ان سعره على ترانسفير ماركت في الوقت الحالي 750 الف يورو، وده طبعا رقم قليل جدا بالنسبه لامكانيات اللاعب الكبيره. اما لو هتسالني عن رايي في الراجل فهو لعيب مميز جدا وعنده قوه جسمانيه كبيره، ومن الاخر كده دبابه في الملعب. وبصراحه انا شايف ان المشكله الوحيده اللي ممكن تقابل الاهلي في التعاقد مع الراجل ده انه متالق بشكل كبير جدا مع النادي النرويجي في الفتره الاخيره، يعني لك ان تتخيل ان الراجل لعب معاهم 30 مباراه قدر يسجل فيهم 13 هدف ويصنع 6 اهداف، يعني مساهم في 19 هدف، ودي طبعا ارقام كويسه جدا بالنسبه للاعب سنه صغير وممكن يتطور مع الوقت. واللي ممكن يصعب القصه اكتر على الاهلي ان النادي النرويجي متصدر الدوري هناك بفرق كبير عن اقرب منافس ليه، والفتره الجايه هيلعب في التصفيات المؤهله لدوري ابطال اوروبا، واكيد ده هيعلي في سعر اللاعب، وده غير ان فوفانا لو تالق في التصفيات دي ممكن يجي له عرض اوروبي كبير، وساعتها النادي النرويجي ممكن يطلب فيه رقم فوق ال 10 مليون يورو. بس خليني اقول لك ان الواضح كده ان فوفانا حابب تجربه الاحتراف وصعب يرجع يلعب تاني في افريقيا، والسؤال المهم هنا هل اداره الاهلي ممكن تقنعه انه يرجع يلعب في افريقيا تاني؟ ده اللي هنعرفه الايام الجايه. اما بالنسبه للاعب التاني اللي الاداره عرضته على كولر هو الغيني عثمان كومارا صاحب ال 21 سنه، وكومارا زي ما انت عارف بيلعب في نادي الشارقه الاماراتي، والسبب اللي خلى الاعلام يرجع يتكلم تاني عن تفاوض الاهلي مع الراجل هو ماتش السوبر في الامارات لما الاهلي كان بيلاعب الزمالك على السوبر المصري، ومن ساعتها وابتدت كل الاخبار تتكلم على ان في وفد من النادي الاهلي زار نادي الشارقه في الامارات، والوفد ده كان بيستفسر عن طلبات النادي الاماراتي للاستغناء عن كومارا في الانتقالات الجايه. بس بعدها طلع مسؤولين من نادي الشارقه وكذبوا الكلام ده وقالوا لك ان اللاعب في حسابات المدرب الروماني وبيعتمد عليه بشكل اساسي، وان هم متمسكين بيه ومش عارضينه للبيع في الوقت الحالي، بالذات لان عقد الراجل لسه هيخلص في 2024. بس بصراحه انا شايف ان كل ده مجرد كلام، بحيث لو الراجل في حسابات الاهلي او اي نادي تاني يقدروا يكسبوا من ورا الصفقه. واكبر دليل على كلامي ان اللاعب برغم انه اساسي مع النادي الاماراتي من اول الموسم بس الواضح ان مستواه متراجع بشكل كبير جدا، مش هو ده كومارا بتاع الموسم اللي فات اللي كان عامل معاهم موسم استثنائي. وخلي بالك ان السبب في كده هو تغيير المدرب الروماني كوزومين اوريولا لمكانه في الملعب، بدل ما كان بيلعب في مركز المهاجم الصريح خلاه يلعب في مركز الجناح اليمين، ومن ساعتها والراجل مختفي تماما في الجانب الهجومي ومالوش اي دور مع الفريق، لدرجه انه في 10 ماتشات ما سجلش غير هدف واحد، وده طبعا لان المدرب الروماني معتمد على هداف الفريق في الوقت الحالي باكو الكاسير. ولو ما تعرفش باكو الكاسير فالراجل كان بيلعب في فياريال وبرشلونه ولاعيب من المهاجمين التقال، ولو بصيت على ارقامه مع نادي الشارقه هتلاقيه لعب معاهم 8 ماتشات قدر انه يسجل فيهم 5 اهداف ويصنع هدفين، يعني مساهم في 7 اهداف، ودي طبعا ارقام طبيعيه بالنسبه للاعب عملاق زي باكو الكاسير. وانا شايف ان الاهلي ممكن يلعب على نقطه ان اللاعب ما بيقدمش افضل مستوياته مع النادي الاماراتي ويحاول يقنعه انه يضمه في الانتقالات الشتويه اللي جايه بحيث يستعيد مستوى التهديف ويظهر من جديد في افريقيا. عموما هنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه في القصه دي، وبكده اكون وصلت لنهايه حلقتنا النهارده. ما تنساش اللايك والشير واشوفكم على خير.